بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كلام واضح وسهل. ليه؟ علشان الإنسان يبقى سهل عليه إن هو يفتكره ويردده. طب ويردده ليه؟ لأنه طبعا كل واحد هيجيله مصايب. المصايب طبعا، واحد اترفد من الشغل، واحد سقط في الامتحان، واحد كان عيان. كل دي بتحصل لنا، وكل بني آدم أحيانا يقول لنفسه اشمعنى أنا وغيري لأ، وحاجات زي كده. طب وليه أنا؟ فهو ربنا بيقول لك أهو الإجابة: إلا ما كتب الله لنا. يعني الكلام ده مكتوب من قبل كده وثابت، و يعني ما فيش أي داعي للندم، لأنه هو مكتوب خلاص، ده نصيبك. كون إن أنت ممكن تدعي بعد كده وربنا يشيله، أيوه ممكن. ممكن ما تدعيش وتقعد تشتكي وفي الآخر ربنا يقلبه عليك زيادة، طبعا ممكن. فالأفضل والأحسن إنك أنت تقرأ وتتمعن في القراية، هتلاقي إنه مفيش حل قدامك غير إنك أنت تقتنع تماما باللي ربنا قايله. واللي يحصل بقى يحصل بعد كده، لأنه خارج عن إرادتك. وربنا يشفينا جميعا.